أنا براجع عليه. أكرر وبما أن الأخ سلام العراقي طرح بعض الأشياء، إذن عليكم أن تكملوا مكانه ما تفضل به. ممكن أن تشغلوا التوقيت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعض الإخوة أننا لا ندري هل الأخ سلام العراقي يرضى بأننا نكمل يعني مناظرته الناقصة مع الأخ سفير الإسلام أم لا؟ هل أنتم تتأكدون بأنه راضي بهذا الأمر؟ لأن لا نريد الإساءة للأخ المحترم سلام العراقي. كما تقولي أن هناك في كتبكم ولم تذكري حتى مصدر عندنا في الكتب. طبعا أنا ما بردش على التكست لأن أنا أحاول التكست يعني، ولكن ضفتنا في موضوعنا النهاردة في توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الذات كما يسميه الشيعة الاثنى عشرية. روايات كثيرة تقول أن بعيد عن الاستحياء وبعيد عن هذا الأمر. تمام. أولا نعرف أول حاجة ما حكم من قال بالجسمية، يعني ده سؤال مهم جدا. يعني من قال بالتجسيم لله، ده السؤال الأهم في هذه المناظرة التي لم يطرح إلى الآن. نحن نقول كل من قال إن الله جسم. جاء أخونا سلام العراقي. طب أنا أترك أخونا سلام العراقي يكمل. نعم. وأنا آسف طبعا أنا كملت مكانك أخونا سلام لأنك كان حصل عندك انقطاع. يا ريت اللي يقول كتابهم فيها استحياء يأتي بالروايات وبالتصحيح. بارك الله فيكم. تمام. يأتي بالروايات والتصحيح. فالآن سؤالنا كان أخونا سلام العراقي ما حكم من قال بالتجسيم لله؟ نحن أهل السنة والجماعة نقول من قال بالتجسيم لله كافر خارج عن ملة الإسلام إن لم يتوب عن هذا الفعل. يعني إذا قال بالجسمية ولم يتوب فهو قد كفر لأنه شبه الله، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. فهل عندكم من قال بالجسمية أيضا كافر خرج عن ملة الإسلام؟ هذا سؤال يطرح نفسه. أما في ميزان أين التصحيح والتضعيف فأنا أعلم إن الشيعة لا تصحح ولا تضعف ولا تتبع السند، فتقول نحن ما عندنا علم السند، نعرض الروايات على القرآن، إذا خالفت القرآن نضرب بها عرض الحائط، وإذا جاءت مع القرآن نوافق بها. فأنت بتطلبي بشيء يا أختنا لا نعلم من أين أتيت به هو التصحيح والتضعيف يعني. وأول مرة أسمع شيعي صراحة يطلب تصحيح رواية أو تضعيف رواية دي صراحة، يعني كانت بالنسبة لي صدمة، لأن عندما نأتي بالتصحيح يقول لا نعترف بالتصحيح ولا نعترف بالإرسال. طبعا المداخلة هتبقى ليكي ونترك المداخلة القادمة لأخونا سلام العراقي يكمل معك إن شاء الله تعالى. ولكن كان سؤالي في هذا الأمر وضحت لك معنى الاستحياء في اللغة وفي الاصطلاح. سألناك سؤال هل من قال بالجسمية كافر؟ نحن أهل السنة نقول إنه كافر. فهل يقول الشيعي إنه كافر؟ لأنه لو قالت الشيعي إنه كافر كفروا أوثق رواة الشيعة ألا وهو هشام بن الحكم. تمام. هشام بن الحكم. ولكن ننتظر الرد إن شاء الله ويكمل المناظرة حبيبنا سلام. نعم حياكم الله. الأخ سلام العراقي يسمعني؟ هل الأخ سلام العراقي الآن يسمع؟ نعم. طيب إذن أنا أعطيكم المايك حتى تكملوا. تفضل يا فندم إن شاء الله سنكمل المناظرة معكم ومع الأخوة. وأشكر الأخ سفير الإسلام أيضا من أجل حضوره في المناظرة.
تفضلوا لكم المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت. هل يوجد صوت الآن؟ هل يوجد صوت الآن يا أصدقائنا؟ إن شاء الله. أنا ما أعرف دخل لي أحد الأشخاص خاص فأسهم انطاني رقم واحد قفل الجهاز بالكامل، يعني إلا بدلت الجهاز ثاني يلا شغلته. على كل الله المستعان. طيب، نبدأ من حيث ما انتهينا. وقالت العبادة لفاطمة والسجود لفاطمة ليس بشرك، وقد ذكرنا لها فتوى الروحاني وقال عندها الولاية التكوينية ومن غير ذلك، ونحن نقول إن هذه صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني طلبت منا إثبات رواية إنني أصغر من ربي بسنتين، وطلبت أحد الأدام يدخل عليه خاص وأعطيه الرابط. لم أسمع ردها. من هو الذي أصغر منه بسنتين؟ مثلا أصغر من الله سبحانه وتعالى بسنتين أو غيره. يعني هذا كلام أيضا نريد أن نسمع منه. هنالك رواية بما أن الكلام أصبح حول الأسماء والصفات. هل كل من قال بالجسمية فهو كافر؟ أتمنى أن أسمع هذه النقطة. وما حكم المجسم عندكم؟ ما حكم كل من جسم الله سبحانه وتعالى وقال إنه جسم؟ هل هو كافر؟ نحن أهل السنة والجماعة نقول كل من جسم الله سبحانه وتعالى فهو كافر. فهل تستطيعون أن تقولوا مثل ما نقول؟ ونعطيكم من قال من علمائكم وبالروايات المصححة والأسانيد الحسان. هذا أيضا يقول عالمكم في ابن شهر آشوب، وهو زعيم الحوزة العلمية في وقته، في كتابه مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الجزء الثالث صفحة 63 فصل في الشواذ من مناقبه: إن الله تعالى ذكر الجوارح في كتابه وعني به عليا نحو قوله ويحذركم الله نفسه. قال الرضا عين عليه السلام علي خوفهم به قوله ويبقى وجه ربك. قال الصادق نحن وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات ونحن حدود الله. أنا ما أعرف لماذا أسماء الله وصفاته تعطى لعلي ابن أبي طالب، وقد بينا ووضحنا إننا كلنا فقراء إلى الله نبتغي رحمة الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. فلماذا أسماء الله سبحانه وتعالى تعطى إلى علي ابن أبي طالب وإلى غيره من السلسلة الاثنى عشر الذين الموجودون في كتبكم؟ أنا أسأل الآن: ما حكم من قال بالجسم؟ هل هو كافر؟ هذا هو السؤال. أما الإلزام الذي ذكرناه فيما قبل، الرواية التي ذكرتها من الحر العاملي فيها صفة الذم لله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يدعي ولا يوجد في يده خاتم لا يقبل دعاءه، أما إلا إذا كان في يده خاتم فهذا يقبل دعاءه، وهذا أيضا تعتبر صفة ذم. إذا كانت عندكم رواية فلتعطوني إياها الآن، وسوف نرد عليها بالإسناد وما قال فيها أهل العلم وما تعلمناه منهم. تفضلوا. الآن في وقت الآن أم ما في وقت؟ هل يوجد في وقت الآن؟ أنا ما أعرف إذا كان في وقت. ممتاز، جميل جدا. أيضا يا أحبة، فاطمة رضوان الله عليها وجمعنا وإياها في جنات الخلد اللهم آمين، لها صورة ملكوتية جبروتية عند من يا أحبة؟ عند من؟ عند الخميني. يقول في كتابه: لم تكن الزهراء امرأة عادية، كانت امرأة روحانية ملكوتية، كانت إنسانا بتمام معنى الكلمة، نسخة إنسانية متكاملة، امرأة حقيقية الإنسان الكامل. لم تكن امرأة عادية، بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان، بل هو كائن إلهي.
بل هو كائن إلهي. سبحان الله، كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة. هل فاطمة بشر أم امرأة؟ يقول الخميني في كتابه مصباح الهداية صفحة 1 يفتتح كتابه مصباح الهداية بهذا الكلام عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خليفته، يعني خليفة الرسول يقصد، القائم مقامه في الملك والملكوت المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت واللاهوت، أصل شجرة طوبى وحقيقة سدرة المنتهى، الرفيق الأعلى في مقام أو أدنى، معلم الروحاني المؤيد الأنبياء والمرسلين، علي أمير المؤمنين. إذن علي أيضا لاهوت، يقول في حضرة الجبروت واللاهوت. سبحان الله. إذن فاطمة لاهوت عندهم وعلي لاهوت عندهم. في هذا تفضل لكم المايك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخونا سلام العراقي. بالنسبة إلى كلامكم في الرواية التي في بداية الكلام تفضلت به، تعريف الاستحياء، قال الأخ سفير الإسلام هو حسب المورد، ولكن حسب المورد كلامه في أن هنا صفة مدح أو صفة ذم، ما عرفنا أن هذا صفة مدح أو صفة ذم، ولم تعطي أنت والأخ سفير الإسلام أن مانع عقلي أو نقلي أنه لا يجوز نسبة صفة الاستحياء لله تبارك وتعالى. ما سمعنا، وكررت هذا السؤال لمداخلات ثلاثة، ويعني لو كان عندكم رد لسمعنا، ولكن ما سمعنا الرد على هذه الأسئلة. إذن يعني كلامكم غير علمي في أنكم يعني لا تعرفون أن هذا صفة مدح أو صفة ذم، وتستشكلون على الشيعة في الروايات التي توجد في كتبنا. وأيضا للأسف الشديد أنتم ليس عندكم التعرف بالنسبة إلى كتبكم الذي هل يوجد فيه هذه النسبة في كتبكم، هذه النسبة لله تبارك وتعالى أم لا؟ تعرفون أن في كتبكم أيضا يوجد هذه النسبة لله تبارك وتعالى. طيب، وطلبت من الأخ في مداخلتين ولم يعطي مني الإجابة. إذن لو كان عنده إجابة لسمعنا. وهناك في كتاب الإعلام الموقعي الصفحة 331 يقول 11 التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. طيب، إذن وهذا الكتاب كما تعرفون من ابن قيم. إذن للأسف الشديد أنتم أصلا لا تعرفون ما يوجد في كتبكم. كيف بعد أنكم ليس عندكم التعرف بما في كتبكم تستشكلون على الشيعة وعلى روايات الشيعة؟ المفروض أن تتعرفوا هذه من مصادركم وتقرأوا مرة أخرى القرآن الكريم أولا، ويعني حتى تكون عندكم التسلط على القرآن، على الآيات القرآن. قلت في البداية الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذن كل شيء يعني لو لم يكن
هذه النسبة يجوز إثباته لله تبارك وتعالى، لما يجوز نفيه عن الله تبارك وتعالى. وقلت لكم الاستحياء وعدم الاستحياء تقابله من نوع العدم والملكة، وأنتم أصلا لا تعرفون المنطق. لو كان عندكم التعرف على المنطق لتعرفون أن في تقابل العدم والملكة لو يجوز أن يكون الانتصاب بأحد الطرفين يجوز الانتصاب بأحد الأخر، يعني لو يجوز الانتصاب بالملكة يجوز انتصابه بالعدم، وإلا فلا. إذن في الآية الشريفة أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، عندما الله تبارك يعني لو لم يكن جائزا نسبة الاستحياء لله تبارك وتعالى لما يجوز نفيه عن الله تبارك وتعالى، وهذا في القرآن الكريم. ما قبلت مني في الآية الشريفة التي توجد في القرآن الكريم للأسف الشديد لا أدري لماذا لا تقبلون من القرآن، وسألت منكم من الروايات في كتبكم لا يوجد عندكم التعرف بما يوجد في كتبكم. الرواية من ابن قيم يعني نقلها ابن قيم في إعلام الموقعين، ويقول ماذا؟ قرأت لكم أنه يقول 11 التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أرجو من الإخوة يعني لو يستطيع أحد أن ينسخ هذه على التكست سأكون شاكرة. للأسف الشديد أنتم أولا لازم أن تقرأوا ما في القرآن الكريم وما في كتبكم، ثم تتعلموا علم الحديث عند الشيعة حتى تعرفوا مناهج الفقه الحديث عند الشيعة، ثم بعد ذلك تستطيعون أن تقولوا بعض الأشياء في حديث الشيعة. ليس لكم أن تستشكلوا على روايات الشيعة بعد أنكم لا تعرفون حتى ما يوجد في كتبكم للأسف الشديد. وطلبت منكم مرات في أن السند والتصحيح للرواية التي قرأت من مصباح الأنوار وما سمعت منكم للأسف. طيب تفضلوا، وأرجو منكم التركيز على نقطة واحدة حتى نصل إلى النتيجة. التشتيت وإكثار الموضوعات لا يفيدنا. أرجو منكم التركيز في نقطة واحدة، والسند والرواية وتصحيحه من الرواية التي قرأت من مصباح الأنوار حتى نصل إلى النتيجة، لأننا نريد الاستفادة بالعلم. طيب تفضلوا لكم المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت. هل يوجد صوت يا أحبة؟ في صوت جميل جدا، ممتاز بالرائع، ممتاز جميل، في صوت. هل يوجد صوت؟ إن شاء الله. ها قد ظهر الفرق يا أحبة. وللإخوة المستمعين جميعا إن الاستحياء لديهم صفة ذم، وها قد أوصلتها إلى ما أريد أنا منذ البداية. الاستحياء مربوط عندهم في رواية لم تستطيع المتناظرة ثمينة أن تردها، والدعاء عندهم إذا كان مربوط، إذا كان الرجل في يده خاتم فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد دعاءه خائبا. أما إذا كان لم يلبس الخاتم فإنه الله سبحانه وتعالى لا يستحي من دعائه، وإن دعا 1000 ليلة وليلة بل يرده خائبا لأنه لم يلبس الخاتم. هذا قول أبي عبد الله
وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى أثبتت إن هذا ذم لله سبحانه وتعالى ليس مدحا. الأمر الثاني، لم أسمع ردا على كلام الروحاني الذي ناقض كلامها عندما قالت ليس السجود هنا عبادة، بل قال الروحاني وزاد إنها لها الولاية التكوينية وإنها تتصرف في الشمس والقمر. لم أسمع ردها على عالمها الروحاني. وأيضا لم أسمع ردا على أنا أصغر من ربي بسنتين. يا أحبة، الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى: الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البار المصور الغفار القهار الرب الرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط المنزل مثل السميع إلى آخر الأسماء. تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 42 عن محمد ابن أبي زيد عن الرضا: إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا ونحن نقول ونفتخر بهذا القول نستعين بالله سبحانه وتعالى لأنه خير معين. فاستعينوا بنا على الله، وهو قول الله: ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها. قال أبو عبد الله: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال: فأدعوه بها. كتاب الكافي للكليني الجزء الأول صفحة 143 باب النوادر عن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها. قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. يعني إذا لم تتوجه إلى أبي عبد الله وإلى الحسن وإلى الحسين لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي دعاء منك. وهذا أيضا أربطه برواية الخاتم: الذي لا يلبس خاتما لا يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه. الذي لا يتوجه إلى أبي عبد الله عليه السلام لا يقبل دعاءه. فأين المدح في كلامك يا أستاذ ثمين؟ أيضا في كتب الشيعة الإمامية أحب من الذي يحيي من الذي يميت بالله عليكم؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو القادر على كل شيء سبحانه جلت أسماءه؟ وجدنا في كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ما يناقض هذا وما يقول العكس. الكافي للكليني الجزء الأول صفحة 484 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن المغيرة قال: مر العبد الصالح بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون وقد ماتت لها بقرة، فدنا منها ثم قال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ فقالت: يا عبد الله إن لنا صبيانا يتامى وكانت لي بقرة، معيشتي ومعيشة صبياني كان منها وقد ماتت وبقيت منقطعا بي وبولدي لا حيلة لنا. فقال: يا أمة الله هل لك أن أحييها لك؟ اسمعوا قول المعصوم عندهم يقول: ما رأيك أن أحييتها؟ يا أمة الله هل لك أن أحييها لك؟ فألهمت إن قالت: نعم يا عبد الله. فتنحى وصلى ركعتين ثم رفع يده هنيئة وحرك شفتيه ثم قام فصوت البقرة فنخستها نخسة أو ضربها برجله فاستوت على الأرض قائمة. فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت: عيسى ابن مريم ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مرآة العقول للمجلسي في شرح أخبار آل الرسول الجزء السادس صفحة 66 يقول: الحديث السادس صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الثاقب في المناقب لأبي حمزة الطوسي يذكر نفس الرواية. مدينة المعاجز لهاشم البحراني يذكر نفس الرواية. وأيضا في بحار الأنوار للمجلسي بعدما يصححها للكليني يأتي وينقلها في كتابه. الأمر الآخر الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، كل الأرض لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: لله ملك السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول الكليني في أصول الكافي باب إن الأرض كلها للإمام، باب إن الأرض كلها للإمام. هل هذا توحيد؟ أليس هذا طعن في توحيد الله سبحانه وتعالى، طعن في الإلوهية وفي الربوبية؟ هذا كله ضمن موضوع التوحيد يا أحبة. نحن نتكلم عن خصائص لله سبحانه وتعالى، هذا يمس بالتوحيد. يقول باب كامل أصل له، يقول باب إن الأرض كلها للإمام، حديث واحد وأنتم اختاروا 9 روايات موجودة في الباب هذا. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الدنيا والآخرة يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله. وأيضا في رواية أسفلها يقول وهو الأول والآخر والظاهر والباطن لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلوا الكلمة. هل يوجد صوت؟ هل في صوت؟ نعم. ليس كلامنا في بداية المناظرة في رواية الخاتم، لا أجي لماذا الأخ يركز في رواية الخاتم. هو قال قرأ الرواية في استحياء الله تبارك وتعالى من عبده، وقرأ بعض الروايات وضحك على الشيعة وقال أن الشيعة يقول أن ربهم خجول. أقول بعد أنكم رأيتم أن في كتبكم أيضا يوجد مثل هذه الرواية، وأنت للأسف الشديد لا تعرف ما في كتبكم، الفرق فقط بيننا وبينكم أنه نحن نقول أنتم تقولون الاستحياء بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو خجول والعياذ بالله، وسبحانه وتعالى ماذا تقولون. ولكن نحن نقام استحياء، نثبت الاستحياء لله تبارك وتعالى، ولكن لا نقول هذا بمعنى أنه خجول، بل نقول ماذا؟ نقول هذا من كبريائه جل وجلاله، كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شفتم الفرق بين الشيعة وبين السنة؟ نحن نقول ونلتزم بما في كتبنا، ونقول هذا من كبرياء الله تبارك وتعالى. والأخ المحترم يضحك على الروايات بعد أنه لا يعرف مثل هذه الرواية موجودة في كتبه، وينسب بأن الله تبارك وتعالى هو خجول والعياذ بالله. وأما بالنسبة إلى ما تفضلت به في رواية موجودة في مناقب ابن شهر آشوب الذي وبعده قرأت كثير من روايات مثله، في أن الأئمة يقولون نحن وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات ونحن حدود الله. هذا مثل هذه الرواية يوجد أيضا في كتبكم، وللأسف الشديد أنتم ليس عندكم التعرف بما في كتبكم، كما يوجد في صحيح البخاري أنه أنا أترك السند
أقرأ السند. حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن البلال حدثني شريك بن عبد الله بن عن عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. طيب، إذا الروايات عندكم أيضا يثبت أن الله أن العبد من الممكن أن يكون سمع الذي يسمع الله تبارك به وبصره الذي يبصر به. طيب، إذا الإشكال يرجع إليكم للأسف الشديد في هذه النقطة أيضا الأخ كان يعني غير متعرف بما في كتبهم. وأما بالنسبة إلى رواية مصباح الأنوار التي سألت من الأخ أعتذر لكم، سألت من الأخ مرات كثيرة ولم يعطني السند والتصحيح من هذه الرواية التي تقول أن علي عليه السلام يقول أنا أصغر من ربي بسنتين. هذه الرواية يعني لازم أن نرى شراح الروايات عندنا، وربي في هذه الرواية بمعنى المربي، وهذا موجود في كتب اللغة عندكم. ومربي أمير المؤمنين عليه السلام هو من؟ هو كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول ماذا؟ يشير إلى زمان وفاته، يعني يشير إلى عمره وقت قبل موته. يقول وهذا موجود في بحار الأنوار. أقول والحق أنه قبض عليه السلام بعد ما دخل في السنة 64، كما أن النبي صلوات الله عليه قبض وقد دخل في السنة 66. ولذلك يقول عن نفسه عليه السلام أنا أصغر من ربي بسنتين، يعني عن أستاذه ومعلمه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية أيضا أصلا لا توجد في رواياتنا، بل توجد فقط في بحار الأنوار في الهامش. طيب، إذا عندما تستشكل على الشيعة أصلا ليس عندك التعرف بما يوجد بمصادر الشيعة، ولا تعرف أي مصادر للأخذ العقيدة ومعتبر عندنا، وتستشكل أشياء غير يعني بأشياء التي لا يصلح للتمسك بها والاستشكال على الشيعة. نعم، تفضلوا لكم المايك. في صوت إن شاء الله هل يوجد صوت حتى نرد ونبدأ من حيث ما انتهت. في صوت إن شاء الله. هل يوجد صوت يا أصدقائي؟ هل في صوت؟ تمام. قالت واستشهدت بحديث من البخاري وقالت أنتم غير مطلعون من كتبكم وإلى آخره، لكن هذا الحديث فهمك للحديث خاطئ. أنا الرواية الذي ذكرتها لك أن أبي عبد الله هو سمع الله،
أي لا يجوز الدعاء بغير أبي عبد الله وبغير علي. أما الرواية، وأنت أكيد لا تقبلين بشرح أهل السنة والجماعة، لكن سوف نعطيك شرح الكليني، لأن الرواية ذكرها عندك الكليني في الكافي في كتابه للكليني، باب من أذى المسلمين واحتقرهم. أعطيك نهاية الرواية، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيه. يقول ويشرح في الحاشية، يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، يقول: يصير الرب سبحانه متصرفا في عقله وقلبه، ويدبر أموره على ما يحبه ويرضاه، فيزيده في الأشياء. إذن الله سبحانه وتعالى يكون مدبرا لسمعه ولعقله، وليس جعل أبي عبد الله هو سمعه، ولم يجعل علي بن أبي طالب هو بصره، ولم يجعل فاطمة رضي الله عنها قلبه، وإلى آخره من الكلام. إذن هذا هو شرح الرواية عندكم من عالمكم الكافي، يقول: يصير الله سبحانه وتعالى مدبرا لبصره وإلى آخره. تمام؟ إذن هذا هو الفهم الصحيح لرواية البخاري. نعود إلى الموضوع. وأيضا ذكرت أن علي بن أبي طالب، الرواية التي ذكرتها يقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت من علي بن أبي طالب، سبحان الله يا إخوان، علي بن أبي طالب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من علي ب30 سنة. هذا ما قاله الشهيد الثاني عندكم في كتابه الاجتهاد. يعني فكرة غريبة إن علي بن أبي طالب يعلم بموت النبي، يعني هذا يدل على أنه يعلم الغيب. هذا ما نريد أن ننوه عليه، وإلى من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. يا أحبة، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، نقول: يا رحمن، يا رحيم، يا رازق، يا باري، يا مصور، إلى آخره. في صوت إن شاء الله؟ هل يوجد صوت؟ هل يوجد صوت إن شاء الله؟ أنا ما أعرف إذا كان في صوت يا أحبة. تمام. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، نقول: يا رحمن ارزقنا، يا رحمن عافينا، بأسماء الله سبحانه وتعالى، وندعوه بالأدعية الصحيحة التي ثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هم يا أحبة، ما هو دعاءهم الذي يدعون به يا إخوان؟ مكارم الأخلاق للطبرسي، صفحة 450، الفصل الخامس في الإحراز: حرز لأمير المؤمنين عين عليه السلام للمسحور والتوابع والمصروع والسجن والسرطان والشيطان، وإلى آخره. يقول: اسمعوا إلى هذا الدعاء الذي يحتاج يا أحبة إلى تفسير بصراحة. يا مطرطون فبرالسون ماسوما، يا طرطشانوش، يا خبطوش، يا مشفقاشوش، يا مسفتاشوش، يا طبعوش، يا لنطقوش. شنو هذا الدعاء؟ بحار الأنوار للمجلس، الجزء 91، صفحة 1993، باب فوزات الأئمة. يقول: آيكنوش عطنمنج، يا مطرطون فريالسون، طيطانوش، خبطوش، مشفقيش، مشفتهوش، محدهوش، مصدقوش. سبحان الله. يعني هل هذا الدعاء تدعون إلى الله سبحانه وتعالى وتتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء؟ إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبض ل12 من ليلة ربيع الأول، وهو يوم الاثنين، وهو ابن 63. هذا في الكافي مما تكلمت به الجزء الأول، صفحة 493، وسوف أعطي الرواية إن أرادت. الأمر الثاني يا أحبة،
يقول علي بن أبي طالب: ومن رب الأرض يا أحبه؟ يقول: وروى أبان عن سليم قال سليم: شهدت أبا ذر في الرحبة حين سيره عثمان أوصى إلى علي عليه السلام في أهله وماله، فقال له قائل: لو كنت أوصيت إلى أمير المؤمنين، فقال: قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد سلمنا عليه بإمرة المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله إذ قال لنا: سلموا على أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي بإمرة المؤمنين، فإنه رب الأرض الذي تسكن إليه، ولو قذفتموه أنكرتم الأرض وأهلها. إذا قلت إن علي بن أبي طالب معلم في هذه الرواية أو مربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من علي، لأنه قال: سلموا عليه فإنه رب الأرض، أي رب الأرض كلها، ومن كان في الأرض كان فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: سلموا عليه. تمام. فهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه ومعلمه وأستاذه علي بن أبي طالب؟ أرجو أن تجيبي على هذا الإشكال الآخر. ما أعرف كم بقي لي من الوقت، كم بقي 30 ثانية، ما في إشكال. إذن الأسئلة سوف أكررها باختصار شديد جدا. أريد ردا علميا لموضوع سجود فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا يا إخوان، إن الله سبحانه وتعالى يعتذر عن محمد بن خالد البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله ما اعتذر الله إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا لفقراء شيعتنا. فقيل له: وكيف يعتذر لهم؟ قال: ينادي منادي: أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عتق من الناس فيتجلى لهم الرب فيقول: وعزتي وجلائي وآلائي وارتفاع مكاني ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هو إن بكم علي، ولكن ذكرت لكم لهذا اليوم وما ترى قوله إلى أن قال قول. إذن الله سبحانه وتعالى يا أحبة يعتذر. بالله عليكم فضل لكم المايك. هل يوجد صوت؟ هل في صوت؟ نعم، شكرا. للأسف الشديد بعد أن الأخ لا يعرف بما يوجد في كتبه يقول ويستشكل على الروايات في كتب الشيعة، ولكن بالنسبة إلى الرواية التي تحكي عن أن الأئمة عليهم السلام هم وجه الله، كل ما تقول بالنسبة إلى الرواية التي أعطيتكم من البخاري، من صحيح البخاري الذي يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كل ما تقول في تلك الرواية قل في جميع الروايات التي تحكي عن الأئمة عليهم السلام أنهم مثلا وجه الله. طيب، إذن بعد أن نفس الرواية موجودة في كتبكم لا تستطيع أن تشكل علينا بمثل هذه الروايات. وأما بالنسبة إلى أن الرواية التي تقول أن علي عليه السلام يقول أنا أصغر من ربي بسنتين، قلت لكم وبينت أن هذا لا يحكي عن أولا هذا لا يوجد في مصادرنا المعتبرة. طيب، أنت لا أدري أخذت من أين، وكلما طلبت منك سندا له ومصدرا وتصحيحا للسند ما أعطيتني وما سمعت منك السند وتصحيحه. وأما حتى لو نقول نعم سلمنا وتنزلنا أنها هذه الرواية موجودة، هذه الرواية تحكي عن عمر علي عليه السلام وقياسه مع عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه عند مماته. لا تحكي عن قياس عمر علي عليه السلام
حياتهم. وأما أنكم للأسف الشديد عقيدتكم في التوحيد يوهم شبهة التجسيم، وأنتم تخالفون جميع أهل الإسلام في مسألة مكان الله تبارك وتعالى. أنتم تثبتون لله تبارك وتعالى المكان، وتقولون أن الله في العرش، وفي هذه النقطة تخالفون جميع أهل الإسلام ويعني شيعة وسنة، ولا يوافقكم حتى أهل السنة. طيب، إذن رواياتكم فيها شبهة التجسيم، وعندما تريدون أن تستشكلوا على كتبنا لا تعرفون مصادرنا، ولا تعرفون شرح رواياتنا، ولا تعرفون منهج الحديث عندنا وتستشكلون، وهذا ليس منهجا علميا للحوار والمناظرة. عليكم أن تتعلموا علوم الحديث عند الشيعة، ولا تستشكلوا بعد هذه في مناظرة أخرى بأحاديث التي توجد نفسه ومثله في كتبكم، حتى يعني يظهر هكذا يعني عدم تعرفكم بكتبكم، وهذه يعني الكارثة. وأيضا بالنسبة إلى الرواية التي قرأتها من بحار الأنوار واستهزأت بها، للأسف الشديد لا أدري بأي حق أنت تستهزئ، هذا ليس بالعربي، أنت لا تعرف. طبعا لماذا؟ لأنه لغة جنية، وأنت لست جني بل أنت من الإنس، وأئمتكم ليس في مصادرهم وفي روايات التي يوجد في تراثكم لا يوجد شيء من الأجنة. وأليس الجن والإنس كلهم معرضون للتكليف؟ إذن الإمام يتكلم تارة للإنس وتارة للجن. لماذا تريد أن تفهم ما يحكي الإمام للجن وبعد أنك لست جن؟ طيب، يا ليت أننا نرى من إخواننا من السلفية يعني مناظر آخر حتى يتكلم بعلم ويتناظر بعلم حتى نستفيد أكثر، وإن شاء الله يقدمون أحدا عنده التعرف على مصادرهم وعلى كتبهم، حتى لا نرى مثل هذه يعني الكارثة في المناظرة. ولو كان الأخ يتابع النقاط في المناظرة ولم يقرأ من المناظرة يعني من المتن كالمحاضرة، لم يكن يعني لم يظهر نقاط ضعفه هكذا في المناظرة. إذن يعني أشكركم جميعا وشكرا على علمكم، وآسف على الإطالة. استفدنا، وإن شاء الله نرى المناظرات أفضل من هذا في المجالات أخرى. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا لكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت هذه المداخلة الأخيرة لي إن شاء الله، هل يوجد صوت حتى نختم إن شاء الله؟ وحياكم الله جميعا. في صوت إن شاء الله، هل يوجد صوت؟ ممتاز. تقول عبد الله شبر جني، ما أعرف يعني جني خاطب الجن، يعني ما أعرف عنده ولاية تكوينية مثلا، وهي محتاجين إلى تفسير يا ثمينة، يعني يخاطب الجن يعني إلا عنده ولاية تكوينية. تقية قالت في روايته إنه يخاطب الجن، أنت لا تفهم جن، أنت إنس وهو جن. ما أعرف يعني هذا الكلام إيش دخله في المناظرة على كل حال. الأمر الآخر، قالت هل لديك تصحيح للرواية؟ لعلها تناسب كلام الحق العاملي في وسائل الشيعة، يقول ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا،
وإنما نصوا على التوفيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا، بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين إن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. إذا أنتم تأخذون عن الكافر، عن الفاسد، عن إلى آخره. تقول أيضا ذكرت رواية العرش وقالت يا أخي أنت ما بتقرأ كتبك، رواية العرش عندكم، الآن أعلمك ما موجود في كتبك. التوحيد للصدوق صفحة 448. قال السائل فقوله الرحمن على العرش استوى، فقال أبو عبد الله عليه السلام بذلك وصف الله نفسه وكذلك هو مستولي على العرش بائن من خلقه، من غير أن يكون العرش حاملا له ولا أن يكون العرش حاويا له. بحار الأنوار للمجلس الجزء الثاني صفحة 187. عن سعد عن البرقي عن ابن بزيع عن ابن بشير عن أبي حسين عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال لا تكذبوا بحديث أتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون شيئا من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه. الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 70. ترجمة هشام بن الحكم. قال السائل الرحمن على العرش استوى، قال أبي عبد الله بذلك وصف الله نفسه وكذلك هو مستولى على العرش بائن عن خلقه من غير أن إلى آخره. إذن هذه الروايات يا أستاذة ثمينة يجب أن تركزي عليها في كتبك لأنها مهمة جدا وممتازة حتى تطالعي ما موجود في كتب الشيعة الإمامية. ذكرنا يا أحبة وحتى نختم بهذه الرواية إن الله سبحانه وتعالى هو القوي القادر على كل شيء، وقد بينا بروايات كثيرة مخلة بالتوحيد عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. نختم بهذه الرواية عن محمد بن خالد البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والله ما اعتذر الله إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا لفقراء شيعتنا. بالله عليكم يا شيعة يا إمامية اثنى عشرية، هل الله سبحانه وتعالى يعتذر؟ هل ارتكب خطأ؟ هل أذنب الله سبحانه وتعالى لكي يعتذر إلى شيعته؟ هذا أيضا شرك بالله سبحانه وتعالى. نختم بكلام أخير يا أحبة. الشافي المعافي الرازق الواهب القادر على كل شيء الله سبحانه وتعالى. كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في القرآن الكريم ولا نؤول ولا نحرف أي شيء. نحن إذا دعونا ندعو من الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل علي، كما كان يفعل الحسن، كما كان يفعل الحسين. يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة من غير أي واسطة. نحن نقول يا أحبة نحن نتبع، نحن أبناء الحسن، نحن أبناء الحسين، نحن أبناء علي، نحن أبناء فاطمة رضي الله عنها الذي سرنا خلفهم وتعلمنا منهم، هم أئمتنا في التوحيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.